حقيقة لا أدري لماذا السوري يتخلى عن سوريته عند أول امتحان. بالحرب يتخلى وبالاحتلال يتخلى، لو انقطعت الكهرباء تخلى، ولو فقدت الماء تخلى. إذا لم يحصل على واسطة أو ظلم من أجل واسطة تخلى. وكأن سوريا واقفة بلا جذور موضوعة على بلاط قلوب السوريين، أي نسمة قادرة على اقتلاعها. أثناء النظام السابق خلع بعض السوريون سوريتهم، واليوم يخلعونها أيضا، لأن لا شيء حقيقيا يوحدهم، وكأنما كان الانتماء مصطنعا، وجوده محصور في بعض كتب التاريخ، حتى ليخيل لك أن السوري لو استطاع لأعلن كل حارة دولة مستقلة. لكن الحقيقة أن الأوطان ليست سلطة ولا أشخاص، الأوطان هي تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا. فالانتماء لا يكون لكرسي حاكم ظالم، بل لأرض باقية ما بقيت الحياة. فالحكام مارقون، نسمع أسماءهم ثم ينصرفون، أما الأرض فهي التي تبقى وتورث للأجيال.